خد بالك ان دايما مجريات الامور بتكون في ايدك، واختيارك دايما هو اللي بيحدد النهاية هتروح لفين. اظبط ساعتك بقى معايا، ايوه ساعة الادرينالين، واعمل لك فنجان قهوة واطفي الانوار حواليك واسمعني في الجزء الثالث من الهبتادور. ولو لسه ما سمعتش اول جزئين انصحك انك تسمعهم الاول قبل ما تدخل هنا عشان تبقى فاهم ايه اللي بيتقال وايه اللي بيتحكى. ويلا بينا. آخر حاجة كان عمران قايل لمالك العبور لسه ما انتهاش يا مالك، لسه قدامنا وقت. وفجأة ظهر شخص في العتمة. الشخص ده كان مالك. كان شبهه في كل حاجة، نفس الملامح نفس تفاصيل الوش، لكن في حاجة مش طبيعية بتقول ان هو مش هو. عينه سودا بالكامل وكأن ما فيهاش روح. الشخص ده اتقدم خطوة خطوة وبعد كده ابتسم ابتسامة ما فيهاش اي مشاعر، وقال بصوت تقريبا مش صوت انسان: كنتوا فاكرين انكم قفلتوا الباب؟ لا، ده انتوا بس فتحتوه اكتر. عمران بدأ يستوعب ان الكيان اللي كان جوه مالك بدأ يتحرر، لكنه ما خرجش في هيئة دخان اسود زي ما كان فاكر. لا، ده استولى على جسم مالك وخلق نسخة تانية منه. دلوقتي انا عندي 2 مالك، واحد حقيقي والتاني هو السيد هبتاجوثا بنفسه. السيد هبتاجوثا رفع ايده، فجأة الشقة كلها ابتدت تتهز، الارض اتفتحت كأنها فاضية وكأن مفيش اي حاجة تحتيها. الابواب ال7 كلها ظهرت من تاني، لكن المرة دي كانوا مفتوحين بالكامل. وبدأ معايا صوت همسات يطلع على صوت ضحك مكتوم، وأرواح قديمة بدأت تخرج، ومن ضمنهم كانوا أرواح أعضاء الطائفة اللي ماتوا من سنين لكن ما راحوش، كانوا مستنيين لحظة خروجهم تاني مع السيد. السيد بعدها بص لعمران وقال له: انت كنت فاكر نفسك هتقدر توقفني؟ وفي لحظة خوف من عمران والسيد بصله بابتسامة مرعبة كده، وفجأة مالك الحقيقي نطق، وكان كلامه هو الصدمة بالنسبة للشيخ عمران. مالك قال له: مش هتعرف تعمل أي حاجة يا شيخ عمران، أنا اللي عملت كل ده. عمران سمع الكلمة وما كانش فاهمها. مالك كان بيتكلم بصوت ضعيف لكنه كان واضح. مالك قال له: أنا اللي فتحت الباب من الأول، بس للأسف من غير ما أقصد. بعدها مالك بدأ يحكي، كل حاجة بقت واضحة. الشيخ عمران ابتدى يفهم كل حاجة في وقتها. مالك لما كان صغير أبوه يوسف الكحيل عمل طقوس خاصة كان بيحضره من غير ما يعرف، وكان بيزرع فيه بذرة إنه يخلي العبور عن طريق مالك. وللأسف مالك بطفولته ما كانش فاهم كل ده. عمران افتكر كلام يوسف الكحيل لما قال له إن المفتاح هو اللي هيفتح الباب وهو برضه اللي هيقفله، يعني مالك نفسه كان المفتاح، لكن في نفس الوقت كان هو الجسر اللي السيد هبتاجوثا محتاجه عشان يتجسد بالكامل. يعني أبوه دمره بالكامل من غير ما يعرف، ومن قبل أصلا ما يهرب من الطائفة. دلوقتي نقدر نقول إن مفيش طريقة نوقفه بيها، لأن السيد ما بقاش مجرد كيان، السيد بقى جزء من مالك نفسه ومن مالك وبس. عمران فهم إن الحل الوحيد إن احنا ننهي قصة مالك أصلا. في نفس اللحظة مالك طلع كيس من جيبه وفتحه، وطلع من جوه الكيس عين. ايه ده؟ دي عين حقيقية، عين بشرية، حطها تحت رجليه في نفس الدايرة اللي كان واقف فيها. عمران رد عليه باستغراب: ايه اللي انت بتعمله ده مالك؟ وايه العين دي؟ رد مالك كان غريب جدا بالنسبة للشيخ عمران. قال له: انا غصب عني، في حاجة غيري هي اللي بتحركني. وبعدها بصوت قوي جدا راح قايل له: كان لازم اعمل كده فيه، هو اللي خلاني شخص مش طبيعي، فكان لازم تبقى دي نهايته، وعلى ايدي. بعدها مالك اتغير تاني وبص لعمران وقال بصوت عالي: ما تترددش يا شيخ، خلص عليا، لو ما خلصتش انت كل حاجة هتنهار. لكن قبل ما عمران يتحرك السيد مد ايده، مالك ساعتها طار في الهوا
وبدأ جسمه يتحول لتقريبا حاجة شبه شفافة كأنه بيختفي. انت اللي جزء مني مش العكس. قالها السيد لمالك، ومالك في الهوا، وبعدها بص لعمران، وفجأة عمران حس ان جسمه بيتجمد. الأرض تحته بقت ضباب اسود، بدأ يسمع أصوات داخل دماغه، بس الأصوات دي مش ليه، لكنها كانت بتتكلم باسمه، كانت بتقوله يا عمران ما تقاومش، يا عمران ما تقاومش. لكن عمران عمل حركة واحدة غريبة، مسك الخنجر وقطع كف ايده ونزل دم على الأرض في مكان الدايرة، وفجأة كل حاجة بدأت تتغير. الأبواب السبعة بدأت تتقفل واحد ورا التاني، الضباب الأسود بدأ يختفي، السيد صرخ بصوت مرعب جدا كأنه بينتهي فجأة. لكن قبل ما يختفي بص الملك الحقيقي وهمس له بكلمة واحدة: لسه بدري، لسه بدري. بعد كام ساعة عمران كان قاعد بره الشقة، الأرض كانت هادية، الشقة بقت مجرد مكان عادي مفيهاش أي حاجة غريبة. مالك كان نايم، ملامحه مرهقة جدا لكنه كان عايش، وكل حاجة رجعت طبيعية، أو على الأقل ده اللي كانوا فاكرينه. لكن قبل ما عمران يقوم سمع صوت بعيد جدا كأنه جاي من الشقة، صوت باب بيتفتح ببطء، نفس الصوت القديم بنفس أصوات فتح الباب. ولما بص وراه لقى الباب السابع تاني، ايه ده؟ كان مفتوح. ومن بعدها صوت همسة بعيدة كأنها جاية من عالم تاني بتقوله لسه بدري. عمران كان عارف ان الوقت قليل، الباب السابع رجع اتفتح تاني. السيد كان بيحاول يخرج بسرعة، جري ناحية مالك اللي كان تقريبا بينه وبين الموت شعرة، وشده من الأرض وقال له اسمعني يا مالك، لازم نقفله دلوقتي وإلا مش هنلحق نعمل أي حاجة تاني. مالك وهو بيحاول يفتح عيونه وبصعوبة جدا بيرد على الشيخ: ازاي يا شيخ؟ أنا دمي مش كفاية والختم اتكسر. عمران بدأ يفكر بسرعة إن الدم هو اللي فتحه والدم هو اللي هيقفله، لكن المرة دي زي ما عملت من شوية الموضوع محتاج دم غريب. فبصله قال له يا مالك احنا لازم نستخدم دمنا احنا الاتنين مع بعض. مالك هز راسه بدون تردد مش فاهم حاجة، وفجأة الشيخ عمران مسك الخنجر وفتح كفه، ومالك عمل نفس الموضوع والدم نزل منهم هما الاتنين، لكن الباب برضه للأسف لسه مفتوح. تقريبا كانوا محتاجين حاجة أخيرة، ايه هي؟ الكلمة المفتاحية اللي كتبها يوسف الكحيل في مذكراته اللي ممكن تقفل اللعنة للأبد. عمران بص بسرعة في الورق، شاف الورقة هو مالك اللي مكتوب فيها الباب لا يغلق إلا بروحين متحدين. بص الملك وقال له معايا مالك. مالك ابتسم ابتسامة بسيطة رغم الألم اللي في جسمه كله، ومد ايده وقال له لآخر لحظة معاك. مسكوا في ايد بعض هما الاتنين وقالوا الجملة مع بعض: باسم من لا يهزم وبحق الدم اغلق الباب حتى يعود الحق. في نفس اللحظة الأرض بدأت تتهز، الباب بدأ يقفل ببطء، صوت السيد كان بيصرخ وبيعلى بصوت عالي جدا يشيب البدن. لكن قبل ما يختفي ساب لهم علامة على جسم مالك، خط اسود ظهر على دراع مالك وكأنه وشم، إشارة إن ممكن اللعنة ترجع في يوم من الأيام. وأخيرا الباب السبع اتقفل، وقدامه ظهر ختم جديد مكتوب عليه لن يفتح الآن. والحمد لله ساعتها الشقة رجعت هادية بالكامل، والشيخ عمران أول مرة يحس إحساس إن الشقة هادية من ساعة ما دخلها. ومع هدوء الشقة خضهم تليفون مالك وهو بيرن. مالك بيبص في التليفون لقى صاحبه بيرن عليه، وتقريبا صاحبه ده بقاله شهر ما كلمهوش، أو هو مالك ما سألوش على بعض تقريبا من شهر. مالك رد عليه في التليفون بكل تلقائية وقال له ألو، هي يا صاحبي نعرفش بعض ولا ايه يا عم، فينك؟ كان الرد في التليفون مش إجابة، كان الرد في التليفون الحقني يا مالك أنا بموت، والخط اتقطع. استغراب مالك خلى فضول الشيخ عمران يسأله باستغراب: مالك يا مالك في ايه؟ قال له مش عارف والله يا شيخ، بس في واحد صاحبي
حاسه بيستنجد بيا في التليفون، بس انا مش فاهم حاجه. مستغربه جدا، بيقول لي الحقني انا بموت، وانا مش فاهم او مش عارف ماله. بس المشكله في صاحبي ده ان هو كده، هو دايما ادم كده، كل مره بيختفي وبيرجع بمصيبه، ويقول لك في الاخر ده مهندس ديكور واحساسه عالي. المفروض يقولوا ادم مصايبه عاليه. للاسف انا مش عارف ماله. بس لو وصلت معاه لحد هنا، فدي كانت قصة الهيبتادور، خلصت معانا. بس حكاياتنا لسه ما خلصتش. ما تنساش تقولي رأيك في القصة، وتتابعني وتعمل لايك، واستناني كل جمعة الساعة 8 وقصة صوتية جديدة. ولو عجبتك القصة ومتشوق قوي منها الجزء رابع، قولي نعمل لها جزء رابع عندنا على القناة. تمام؟ يا رب تكون استمتعت. سلام.